مباراة اصلا مملة، ومباراة بصراحة ضعيفة فنيا، ومباراة مفروض والله العظيم ما تتحلل. والله العظيم دي عايزة تروح اي معمل تتحلل فيه، لان مباراة تخليك ترجع، مباراة تخليك تكره الكورة واللي عمل الكورة. مباراة ما فيهاش حاجة خالص فنيا، سواء من هنا او من هنا، ما فيهاش اي حاجة خالص. يعني اللي انا اقوله لك، الشوط الاولاني كرة في العارضة سيف الجزيري، اللي هو اصلا النهارده بيلعب بدون نفس، ما تعرفش ليه يا ابني. مش احنا اصلا اللي قعدناك في منتخب تونس؟ انت جاي قالب وشك علينا ليه؟ ما تلعب وهات جون ولا اعمل جون. ولا الكرة بس الحسنة الوحيدة ليك النهارده الكرة اللي انت حطيتها في العرض بس. بشيد طبعا النهارده بمحمد اسماعيل، اللي هو الاكتشاف في المكان الجديد ده، وانا شايف ان ده لو لعب في الحتة دي هيقعد اي حد في الحتة دي في مصر. والله قعد اي حد في الحتة دي في مصر. بيلعب السهل الممتنع، كورته عالية، كورته ممتعة، بيعرف يكسب مساحة، بيعرف يباصي، بيعرف يقطع. وشايط واحدة النهارده الشوط الثاني كان المفروض تبقى جول. النادي المصري ضيع واحدة الشوط الاولاني، اللي هي قلشت من حسام عبد المجيد وقلشت من ايشو، اللي هو محمد عواد انقذها ببراعة وبرشاقة. دي كانت مفروض ان هي كانت صعبة جدا وتخش، يبقى واحدة قصاد واحدة. الشوط الثاني كرة الراجل الفلسطيني بتاع المصري اللي شاطها ووقعت من ايد عواد، نفس الكرة محمد اسماعيل شاطها واحمد حمدي، بس احمد حمدي وقعت من ايده ومسكها على طول. الثانية بتاعت عواد صدها ورجعت خرجت على ال 18. عك في نص الملعب. هو بس انا هتكلم على بزيرة، الراجل اللي هو بيتضرب من كل الفرق اللي بيلعبها. اي فرقه بتلعب الزمالك بتمسك بزيرة بتموته من الضرب. طب لغايه امتى الراجل ده؟ يعني في واحده النهارده حسن علي دخل فيه، خد انذار بس ده انت ممكن تموته يعني. في اتنين العش دخل فيهم عليه وما خدش فيهم انذار. فالامتى بقى لامتى الراجل دوت هتدوله الحمايه بتاعته؟ برضه عايز اتكلم على في نغمه كده في التعليق، كل واحد جاله سكريبت ان ايه لازم يفطس في بزيرة. لا اصل بيحتفظ بالكرة كتير، لا مستواه نزل، لا ده هو مش مفيد، لا ده ما بيجيبش جوان، ولا اصل هو لو كان جاب جوان ما كانش جه الدوري. يا عم جه فلتة، انت مالك؟ يا عم جه عاجب جماهير الزمالك، انت مالك؟ ما بتقولوش كده ليه في الناحية التانية؟ ولا بتخافوا؟ عارفين ليه؟ عشان ان انت همد لمصلحة ده، وده مش شايف ولا قادر. طب هنعمل لكم ايه؟ هنعمل لكم ايه؟ جمهور الزمالك عاجبه الراجل ده، يرقص تتقطع منه، ما يجيبش جوان، يضيع جوان، على قلبهم زي العسل. على الاقل نساهم الراجل اللي كان بيضحك عليهم. هم دلوقتي بيشوفوا واحد بيقف على الكوره ويرقص وبيعدي وبيعمل جون وبيجيب جون وبيجيب ضربه جزاء وبيعمل كروسات. فالنغمه دي يا ريت تختفي، عشان بس ايه ما تبقاش لصالح ناس على حساب ناس، وبتضيع مجهود ناس. يعني بتضيعوا مجهود بزيرة، الراجل اللي هو اصلا جه غلط الدوري ده. والله العظيم والله العظيم لو في ناس فعلا بتوع كوره، الراجل ده يلعب في احسن الدوريات، لان مفتاح لعب عظيم. زي الراجل اللي اسمه مادو بتاع كوت ديفوار، زيه كده، ان هو لو ما هو بيعمل الكلام ده. هو ده نفس الكلام ونفس الستايل، بل ده كمان احرف كمان ومتكوك كده وحاجه زي الفل. مارادونا وهو صغير. عامل لكم قلق صح؟ على العموم مباراه غير ممتعه، مباراه ضعيفه فنيا، واحنا بصراحه ضيعنا ساعه ونص كده من عمرنا في مباراه لا تستحق المشاهده. وعلى العموم برضو عشان لو حصل حاجه في البطوله دي ولا قدر الله الزمالك ما وصلش، يبقى السبب محمد صبحي في المباراه بتاعت كايزر شتيت. لان يعني فاضل ثانيه واحده امسك الكره الحكم هيصفر. انت بتمسك الكره وتعملها كده؟ وانت بتاع بطيخ تمسك الكره وتعملها لي كده؟ يا راجل ده انت لو جبت، لو حصل حاجه يبقى انت السبب بصراحه.